بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قفادح من حياتي، هذه طبعا قفدحها بنوع من الإحراج، ولكن قد هي مرات بالحياة وضروري نذكره. صليكم على رسول الله. بعد ما كملنا الدراسة عملنا سنة بالكلية العليا للقرآن الكريم، بقى عطلة قمناش ندور شغل بهمدان. أجا واحد شيخ جزاه الله خير يسمى الشيخ عائض الله يحفظه ويطول عمره، أجا قال ضروري اشتي واحد متدين مستقيم هذا يلتزم لي يمسك لي الرعويه حقي يعني الاوقات ويحرس الماكينه، بس ماكينه على سويس دهن صبره. قالوا له اصحابنا كانوا اصحاب محطه، قالوا له ذو معنا خريج الجامعه يلا بوزوا معك. الراجل فرح بي يلا بسم الله وديني لعند قات. كيف تعرف؟ قال كله ما عنديش خبره بهذا بس قد نشدي قهدي. قال خلاص يا ولدي ضروري انتبه، السرق كما هم اهل القريه هذه، واشير لي جنب قريه قربان يعني بجنب بروان قربان، هذا قيبوتون بزوا عليه قصاب بزوا عليه كل حاجه. هو تمام. اجي يوم الثاني لو هذا السرق كلهم عندي بالديمه مخزنين وانا هم ضحكه وزبقه. هو قريني لك انا قال لك احذرهم وانت تفرش كلهم. قال اسمع يا عم، انا يعني اكسبهم علشان ما نشرهم، وكانت سياستي بهذا صح، لانه انا اكتشفت من خلال خبرهم انه كانوا اذوا بن اخوك عنادا لك وعنادا له، لكن انا اتخيل من الان انه عرفش اذوك، وطبعا استمروك يعني ايام ما قسوا كان عنده ولا كانوا اذوا بحاجه. خلاص امنوني قالوا قلت لك والله ما يسترق حاجه، وقفوا معي بعد عندهم كلمه. اجا يوم انا مخزن بالليل، وهذا القاتل الهمداني يعني له مفعول قوي، مش ما لقات حماويه وقاتل مقاته مفعول قوي خاصه لما تشربوا معمى. اجا الشيخ اللي عندي وانا مخزن لك بالليل كان كل ساعه اسلخ من الشجر، ما شجر كبار اسلخ سلاخ واسمع وخزان وبلع وشريب شاهي. اجا الشيخ قال كات اتلتذع تشرب دي شاهي؟ الشاهي قد هو منبه وزد معلقات حقنا قال تنقع بعصر وقسي المفعول حقه لليل وانت سامر بالليل وتشرب معه شاهي؟ قال كله والله اني قام تدي ورقدكم على ايد. وكانه شاهي ابطال المفعول حقات، انا اعتقد هكذا انه كان يبطل المفعول حقهم علاقه حما شاهي، لانه ما هو دق يخلي المفعول دقات زياده. فقال لي انا خلاص اقل حاجه اعمل لك لبن بين الشاهي. لا جاءنا البنات الصباح، كان معه بنات يرعين الغنم، لا جاءنا البنات الصباح خليني اشخبين لك لبن، اشخبين لك لبن يعني عندهم بصنعاء حلوب يعني اشخبين لك لبن. انا خابر من خبر دماوي ولا رضوك قلدهم ولا قسكي قلدهم تمام، ولا اصحاب ماوي هناك يقلدوه صنعاني فرس، لكن انا ما رضوك ماسك على حق اللهجه. قال كون مدام قاهر بناويت مجزم شخابر من دماوي ضحكين علي لما اقول دمعيات دشمعيات رجعين ضحكين. قال شخابر من حقهم شذكر الكلمه هذه شخب اللبن بكر جزاقر الصبح اني شغلان شخب لي لبن. اجاب انا اخو عندي بالليل اسمر قلت شويه قال شسيره شخ يعني السيريبول حفو طلع الشخ وشخب اختبطين علي. بكركوا الصبح وانا ذاكر القاروره دي اقول لبت يا بنت الشيخ قال ابوك انك شخلنها، قال ابوك انك شخلنها وبات كنت تستحي وانا بقول له شخي بدل ما اقول شخوبي قال شخي، اقول لك قال ابوك بلا زنط ها شخي لنا لبن. لا حتى ما قالكوش لبن، حتى كلمه لبن قالكم بس اقول شخي لنا وبات روح حقي بصرني من اللبن وساخه. روح عند ابوي قال له هذا الراجل على نيته وش يصير اتاكد منه انا. قال عندي الشيخ بنفسه ايوه ليش ما خليت البنت يعني تجيب لك اللبن؟ قال له بنتك ما رضاش زناطه. قال ايش قلت لها؟ قال الدكتور قال شخي لنا ما رضاش. قال ايش؟ قال شخي لنا ما رضاش. كارع بالضحك هذيك ضحك لما اقتلبنا الضحك. يا ابن الذين يا شخي يعني تقبط الكلام انا شخوبين. قال الله هذا بن اخوك دي خبط علي. انا حافظه من المغرب شقول شخوبين اجي اقول يصير شخ خبط علي شخ وشخوبين والله ما هي مني وساخه ولا حاجه ويعلم الله بالنيه. قال انا داري وانت ابن الناس وكذا وقسوك يعني معه عشره عمر، اسال الله سبحانه وتعالى انه يعني يجزوه حق الجزاء حق المعامله اللي كان عاملني بها، ما كانش عاملني معامله شقي ابدا كاني بنوه يلبسني آلي كانوا يقول ذكر الراجل آلي اللهم هذا النسب وكذلك بعض الناس يعني صحبتهم لا تنسى، وهذا الشيخ أنا من الذين أذكرهم ولا أنساهم إن شاء الله، لا من دعائي ولا من ذكرياتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع. وأقول لكم امسكوا على حقكم اللغون انتبهوا تقوموا تلغوا. صلى الله على سيدنا محمد وجزاكم الله خير.